بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. هتاكلوا ايه النهارده؟ هناكل بط وهناكل محشي. هناكل محشي بتنجان وكوسة وممبار. هنعمل ايه بقى؟ جبنا البطة. الله يرحمها بقى. جبنا البطة حطيناها في المية. طبعا بتغلي المية بشوية ملح. بتحطي الطيور بتاعتك لو انت عايزه تنضفيها في البيت ومش مفيش حاجه متاحه قدامك ان انت تنضفيها، يعني فنضفها في البيت واتكل على الله. عامه هي تنظيف البيت انضف وبيخلي الحاجه مش زفره وبيشيل الزفاره منها. عامه ده عامل من عوامل قله الزفاره في تنظيف الطيور، بيخلي طيورك مش زفره في الاكل وكده. زي ما انتم شايفين بنحط شويه ملح والميه. بتخش على يعني بتغلي، هي غلوه واحده وبتنزلي بالطيور بتاعتك وبتنضفي على طول. لازم تكون ايدك سريعه وانت بتشيلي الريش بتاع الطيور بتاعتك عشان ما تتهريش منك. ما تفضليش تحطها في الميه وخلاص. ايدك تبقى سريعه في التنظيف، هتلاقي البط او الفراخ عامه اي تنظيف معاكي بيبقى حلو. يعني عامه ما تسيبيش الميه في الطيور بتاعتك في الميه كتير عشان ما تخشش على سوا منك وهتشد منك والريش مش هيطلع. يعني تحطيها في الميه حطتين ثلاثه. ويعني بس لازم تكون الطيور متغطيه معاكي بالميه السخنه كلها. وبتشيلي بقى، تكون ايدك سريعه في التنظيف بتاعك. يعني ما شاء الله هنا مش مهريه ولا الجلد مهري. دوت راجع ان انتي لازم تحطيها في الميه حطتين ثلاثه وما تسيبهاش كتير في الميه عشان ما تتهريش منك. والجلد يطلع معاكي في الريش وكده. هنا خلاص احنا خلصنا التريش بتاع البطه. وهنا بقى البطه بتاعتنا فله شمعة منوره، وكان معانا حمامية كانت تتكل على الله، فقلنا ايه نلحقها ونحشيها. فده الاكل بتاعنا النهارده، وكان اكل زي السكر. يعني ما شاء الله تنظيف على ايدك وحاجه نظيفه وحاجه انت ضامنه نظافتها، وهتخلي اللحم بتاع البط معاكي زي السكر. تنظيف البيت طبعا حلو لان الميه بتبقى نظيفه، ومش ميه مش بتنضفي ورا حد ولا بتنضفي بره مثلا بتبقى الميه معمول فيها 100 مره قبل كده. لا، تنظيف البيت بيدي للاكل طعم وحاجه يعني ايه فاخر من الاخر. هنا عملنا ايه طبعا عشان النقع بتاع الطيور بتاعنا. كان عندنا قشر برتقان، طبعا ما بنستغناش عنه. بنغسل البرتقان قبل ما نقشره طبعا عشان ننشفه وكده. وبنستخدمه في اي نقع بط. سنة سكر، سنة ملح، شوية خل، طماطماية. وخلاص كده انتي بتنقعي الزفر بتاعك. هنعمل هنا التسبيكة بتاعتنا. هننزل بالبصل بتاعنا متقطع اي تقطيعة. عايزة تفرميه في الكبة ماشي. اي طريقة سهلة بالنسبة لك في الفرن مش مشكلة. حطي طبعا المادة الدهنية بتاعتك. هنا حطينا سمنة بلدي وفلاح يعني، وحطينا الزيت بتاعنا، وهننزل بالطماطم بتاعتنا. طبعا هنا الكوسة بتاعتنا بنغسلها عشان بتبقى مليانة رمل. طبعا النظافة بتاعتك بتعتمد على الغسيل، كل حاجة قبل ما تعمليها بتلاقي الأكل معاك نضيف وما شاء الله زي الفل. هنا خلاص البصلة، يعني احنا مش بنخلي البصلة تحمر عشان يعني ايه ما تمررش منك. بتدبلي البصل حاجة بسيطة وبتنزلي بالطماطم بتاعتك، ودي التسبيكة بتاعة ال- المحشي بتاعنا. طبعا هنا بنكمل غسل الكوسة بتاعتنا. هنا هننزل بالطماطم. هي البصلة حتى ما صفرتش، ما تصفريش البصلة، هي بس تشويحتين تشم ريحة البصل، بس يطلع منها ريحة البصل وخلاص بتنزلي بالطماطم. وحاجة زي الفل معاكي اهي. وتسيبي بقى الطماطم بتاعتك لحد ما تتسبك. تتسبك يعني ايه؟ بتلاقي ان لونها احمر وبتلاقيها ما فيهاش اي ميه وبتلاقيها ناشفه معاكي. ودي التسبيكه بتاعتك. هنسيبها بقى تعيش حياتها. طبعا احنا هنا نقعين الخضار بتاعنا. الخضار شبت، بقدونس، كزبره. بننقعهم عشان ينزلوا اي طينه فيهم او اي حاجه. بتنقعهم بشويه بسنه ملح بسيطه عشان ينزلوا اي حاجه معاكي، وبتنقعهم سلام وبيتقطع. الخضار بيتغسل قبل ما يتقطع يا جماعه. انقعيه شويه واغسليه غسله كويسه وابدأي خرطيه. هنا البتنجان بتاعنا هنغسله. عايزة تستغني عن خطوة غسل البتنجان ده مش مشكلة، بس الكوس لازم تتغسل كويس. عشان بيبقى فيها رمل كتير.
بما اننا يعني غسلنا الكوسة، قلنا نغسل البتنجان ومنحرمش حد من حاجة. ونبتدي بقى، يعني عايزة تستغني عن الخطوة دي مش مشكلة، استغني عنها واغسليه بعد ما بتقوريه عادي، مفيش اي مشكلة. بس هنا يعني ايه الشجاعة خدتنا، فقلنا ايه نغسل كله. هنا طبعا الحاجة زي الشمع قدامكم اهي، وحاجة زي السكر هنا طبعا اللي بنوريكم تسبيكة وهي بتتسبك. دلوقتي برضو هي فيها مية، تنشف من المية خالص. انت كده يعني ايه بتخلصي، يبقى التسبيكة معاكي. هنا زي ما بقول لكم سنة ملح بسيطة وشوية مية بتنقع الخضار بتاعك وبتخرطيه سليم. يعني ما بتغسلهوش بعد ما بتخرط، بتغسليه قبل ما تخرطيه، تغسليه وتخرطيه على طول. هنا بصوا بدأت تنشف اهي التسبيكة معانا. ودي الكوسة والبتنجان بتاعتنا والفلفل. هوريكم طبعا تقويرة من كل حاجة، سهلة جدا. لو انت عندك السكينة الصغيرة بتاعت شنطة المعالق دي، بتبقى حلوة قوي في تقوير الكوسة، وبتسهل عليك اللي مش بتتخرم ولا حاجة، وتبقى ايدك يعني مش ماسكة الحاجة، وايدك برضو في اللي ماسكة السكينة. بتبقي بالراحة، يعني مش بتضغطي على الحاجة عشان الحاجة ما تفتحش منك وتطلع معاكي زي الفل. طبعا السكينة دي تقويرها احسن من المقوار، لان بتسهل عليك وقت كتير، وبتشيل من التقوير كتير. بصوا اهي، هما خبطتين تلاتة خلاص كده يعني اتقورت اهي. يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم وبتستفادوا مننا بمعلومات حتى لو بسيطة. ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتدعمونا عشان نكبر بيكم ان شاء الله. هنا هنعمل حشو البط. بصلاية، حتة زبدة بلدي، بنشوحهم، وسنة رز بسيطة خالص، وبتقطعي الكبدة والقناصة بتاعتك وخلاص. يعني حبة رز يعني على كف ايدك شوية رز، حطيهم على التشويحة دي وشوحهم تشويحتين تلاتة، واحشي بقى البط بتاعك. تاكلي ألذ وأطعم بط. طبعا البهارات بتاعتك مش هتنسيها، اي بهارات عندك انت بتحبيها. طبعا التيست البهارات ده يا جماعة بيرجع ليكوا. طبعا انت بتحبي الفلفل الأسمر والكمون ماشي، بتحبي سبع البهارات ماشي، بتحبي مرقة الدجاج ماشي. ما تعتمديش حاجة حد لو انت بتحبي يعني الطعم في الطبيخ بطعم معين، البهارات بطعم معين. طبعا عادي، دي ما بتختلفش في الوصفة، وبتعملي الوصفة زي ما احنا بنعملها، بس الاختلاف في البهارات بس. سنة ملح. طبعا احنا متفقين في تسوية البط بتحط الملح عادي عشان يطلع اللحم معاكي مسكر وكل حاجة. بصوا يعني سنة رز بسيطة خالص، يعتبر قد كف الايد، شوية رز في ايدك كده وخلاص مع دي. وجبنا من التسبيكة معلقة طماطم، وعشان طبعا تديها سكارة بتخليها مسكرة وزي الفل. هنا خلاص بصوا تشويحتين تلاتة وتقفل عليها. هنا بنغسل الرز بتاعنا بتاع الخلطة بتاعة المحشي. هنا نعين الممبار بتاعنا. هنا خلاص بقى خرطنا الخضار والطماطم والتسبيكة اتسبكت وقلبنا كله على بعضه، دي الخلطة. الممبار يا جماعة بتحشيه، يعني مش بتزغميه كده وبتخليه مليان، لا بصي اهو بتحشيه وتقومي ايه بايدي كده ماشية عليه، بيطلع مسطح كده. طبعا بيتنفخ معاكي في المية، اول ما بتحطيه بيقوم ماسك معاكي في المية عشان ما يتهريش منك ويفرفط منك رز وتبقى معجنة. اهو بصي المية حاجة بسيطة. حطي في سنة فلفل اسمر، سنة ملح، وهو طبعا متطعم من جوه. وخلاص هو كده ده الممبار بتاعنا، ده تسوية الممبار بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش اي حاجة. طبعا الممبار بتاعك لازم تكوني جايباه من جزار مضمون، تبقى عارفة يعني مصدره ايه الممبار، عشان تاكلي احلى ممبار بيبقى مقرمش وجميل. طبعا لازم تكون المية مغلية معاكي عشان الممبار ما يفتحش معاكي ويتهري معاكي في الحلة. المية يا دوبك بتغلي، الشوربة بتاعتك اللي يعتبر الكدابة، تنزلي بالممبار بتاعك وخلاص. هو بتغطي عليه بقى وتسيبيه يستوي، بس كل شوية تفتحي عليه عشان ما يفرقعش منك. خلاص قرب يستوي معاكي تقومي مطلعاه، ويا دوبك بس على التحمير. التحمير بتاع الممبار يعني سمنة على زيت بيخلي الحاجة طعمة.
طبعا زي ما انتي حابة برضو، لو انتي حابة زيت بس براحتك، بس بيخلي التحمير بيبقى زيت على سمنة، بيخلي الحاجة طعمة، وبيخلي، يا ريت بقى لو سمنة بلدي. هنا كنا حشينا كل حاجة، الفلفل وبتنجان والكوسة، حاجة كده يعني فاخر من الآخر. طبعا بتكون البط بتاعنا معانا استوى، وبصي بتسقي لازم يعني ايه، بتسقي كل الفتحات بتاعة المحشي دي بتسقيها كلها. وطبعا بتسقي المحشي الكوسة البتنجان بتسقي ربع الحلة بس، عشان طبعا وبتغطي كويس البخار بيسويه من فوق ومن تحت عشان ما يبقاش عايم معاكي مية. هو هنا احنا ساقيين ربع الحلة بس، عشان الحلة يعني ايه يعتبر ضيقة، فالشوربة باينة منه، بس هو ربع الحلة بس. ده سقي المحشي، محشي البتنجان والكوسة. عملنا هنا ورق عنب، وسقيناه طبعا وغطينا عليه. ورق العنب عملناه معاكم في فيديو قبل كده، سهل جدا ومش مستاهل حاجة يعني. ورق العنب تسلقيه وخلاص وبتحشيه، مش مستاهلة حاجة يعني. هذا البمبار بتاعنا، ورق العنب استوى، المحشي استوى، كله حاجة بقى ايه كانت على الأكل بقى، وحاجة يعني في آخر من الآخر. برضو بقول لكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتدعمونا، والاشتراك في القناة واللايك. يا رب نكون دايما خفاف على قلبكم، بتوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة. ويا رب تكونوا استفدتوا مننا النهاردة حتى لو معلومة بسيطة. وهنسيبكم بقى عشان تشوفوا السفرة بتاعتنا النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.